اكثر كومنتات بشوفها على الفيديوهات الاعلانية اللي بعملها هو ليش ما عم تحكي سوري او ليش عم تحكي مصري. وفي ناس مستاءة اني انا عم بحكي مصري وانا اصلا سوري، بس بالحقيقة الموضوع مو هيك ابدا. الموضوع له اسبابه وانا ما عملته عن عباس، وبهالفيديو رح احكي لكم وجهة نظري اللي خلتني اعمل كل الاعلانات باللهجة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير. مؤخرا صار يطلع كتير تعليقات على الفيديوهات اللي انا بعملها وخاصة الاعلانية منها، ليش عم تحكي مصري؟ وللأسف الشديد للأسف كان في كومنتات صعبة جدا، يعني شوية شتائم على شوية إهانات على شوية إساءة، شي كتير. المهم أنا رح أوضح بهذا الفيديو أهم الأسباب اللي بتخليني أحكي باللهجة المصرية خاصة بالإعلانات. السبب الأول هو خوارزميات اليوتيوب والتيك توك. شو يعني هذا الكلام؟ يعني أنا لما بصور أي فيديو إعلاني بعتمد على خوارزميات التيك توك واليوتيوب وأحيانا الانستغرام. يعني لما بصور الفيديو ما بيروح لحملات إعلانية، والحملات الإعلانية بتعتمد على الاستهداف. بمعنى لو عندك فيديو إعلاني وحابب تعلنه، راح تقول للفيسبوك أنا هذا الفيديو محتاج فئة مستهدفة معينة، مثال ذكر أو أنثى، الأعمار، الموقع الجغرافي. أما لما بعمل الإعلان ومن غير حملات إعلانية بحاول أعتمد على خوارزميات التيك توك واليوتيوب، ولما بستخدم اللهجة المصرية بالإعلان هذا الشيء بيساعدني جدا على اني اروح على 60 ل 70% على موقع الجغرافي في مصر، واللي هو طبعا الفئة المستهدفة. يعني انا ما بستفيد ابدا لو عملت الاعلان وراح للعراق او الاردن او المغرب او الجزائر او السعودية حتى. ومن خلال تجربتي وخبرتي على منصات السوشيال ميديا تبين لي انه لما بعمل اعلان باللهجة السورية رح يتوزع على المناطق اللي فيها سوريين اكثر، فرح يروح المانيا، السعودية، لبنان، نسبة مصر. فلما بحكي باللهجة المصرية بالفيديو بعتمد على انه الخوارزميات رح تفهم انه هذا الفيديو محتاج ينتشر بمصر اكثر، لانه المهتمين بهذا الفيديو بهذا الموقع الجغرافي. طبعا اكيد رح يتوزع ما بين السعودية، الاردن، العراق، تونس، المغرب، بس انا بهتم باللهجة المصرية بالفيديو حتى يكون 60% على الاقل ظهوره بمصر، ومصر هي الفئة المستهدفة من الاعلان طبعا، والاحصائيات اكدت لي هالشي. وبنجي هلأ على السبب الثاني واللي بعتبره يمكن أهم سبب، وهي أهمية التحدث مع العميل باللهجة اللي بيفهمها. يعني مثال لما بكون عم صور شيء للمحمصة لا يمكن اني اقول لك فستق عبيد، ما رح تفهم شو يعني فستق عبيد، لانه الفستق عبيد بالنسبة لنا هو الفول السوداني. وبالتالي لما صور الفيديو واحكي فيه سوري هذا الشيء رح يعيق المشاهد، لانه رح يمر عليه مصطلحات يمكن ما يفهمها، وبالتالي هدف الاعلان حيفشل. طبعا وما ننسى انه نحن السوريين ما شاء الله عنا مصطلحات وجمل هون بمصر صعب تتقال، فلازم نراعي انه الناس اللي عم تشوفنا مو بس سوريين، والمصريين ما ممكن يكونوا بيفهموا كل كلماتنا وكل الجمل تبعتنا، والموضوع ممكن ياخد منحنى تاني. لذلك بيستخدم اللهجة المصرية، وطبعا هذا الشيء انا درسته بالكوبي رايتنج. ورابع سبب اللي بيخليني احكي مصري بالاعلانات حبي للهجة. بصراحة اللهجة بتوصل الفكرة والمعلومة للمشاهد بشكل أسرع. طبعا أنا ما عم أقول اللهجة السورية سيئة، بس دائما كل لهجة وإلها ميزاتها، وهي وجهة نظري. ناس كتير تفاعلت مع الأمر بشكل إيجابي، وناس كتير للأسف تعاملت بشكل سلبي وسيء، يعني كانت كومنتات جدا بتضايق. وناس عم تحكي مثل هذا الكومنت إني أنا نسيت أصل البني آدم بأخلاقه وتعامله ولما يتقي رب العالمين بشغله. وبس والله، وشكرا لمتابعتكم، وإن شاء الله بشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.